السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. انا عارفه ان انا مش بطلع بفيديوهات، بس بصراحه ما عنديش وقت خالص. بس انا النهارده حبيت انقل لكم تجربه ليا. آه انا في 2020 كنت طالعه عمره، وكنت خلاص يعني رايحه طالعه. وجهزنا كل حاجه وخدنا التاشيره، والشركه حجزت لنا، وكنت مسافره يعني تاني يوم الساعه 1 بالليل. تمام، خلاص وجهزت الشنط وحطيتها جنب الباب، لان انا كنت هسافر من اسكندريه، عشان ساعتها كنت حاجزه تبع شركه جوزي. وشركه جوزي دي كانت في اسكندريه، وكنا هنطلع من اسكندريه، فكنت يعني محضره الحاجه من بدري عشان هطلع من هنا على اسكندريه. ويشاء ربنا ان تتقفل كل المطارات اليوم ده، اللي هو ساعه كورونا. والناس اللي كانت في المطار يوميها الصبح رجعوها كلهم وقفلوا كل المطارات. عايزاكم تحطوا نفسكم مكاني كده. انا حضرت كل حاجه، كان نفسي في العمره جدا، قاعده برتب لها، بحضر كل حاجه لولادي، لان انا كنت طالعه انا وزوجي بس، كنت هسيبهم هنا. لقيت ان خلاص كل حاجه اتقفلت. كان عندي امل انها هتتقفل اسبوع اسبوعين وهقدر ارجع تاني. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين الدنيا كلها فضلت مقفوله يمكن 6-7 شهور، وكملت بقى سنين. كانت في ناس بتروح وتيجي كده لازم بتحليلات كورونا، بس كانت العمره والحج طبعا مقفولين. مش هكدب عليكم، انا ساعتها حسيت ان انا ربنا مش عايزني، ربنا مش عايز زيارتي. كنت بحاول اقاوم الاحساس ده، بس طبعا كان احساس جوايا رهيب يعني. بس الحمد لله. بص، كنت مشتاقه جدا ساعتها للعمره، بس مش زي اشتياقي في سنه 2023. لقيت نفسي كده مرة واحدة اشتياق رهيب 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 للعمرة. أنا عايزة أروح، أنا عايزة أروح. بقعد مع نفسي، عياط عياط عياط. يا رب أنا عايزة أزور بيتك، يا رب اعتبرني يعني خليني أجي من زوارك، يا رب يا رب أنا محتاجة زيارة بيتك. بقيت عمالة أدعي. مش هقول لكم ان ساعتها يعني في الوقت ده اللي انا بدعي فيه ربنا كانت الظروف مش احسن حاجة، بالعكس. احنا كلنا عارفين الازمة الاقتصادية اللي كلنا بنعيشها دلوقتي. كانت صعبة جدا، صعب جدا ان انا اوفر فلوس. سعر العمرة بقى عالي جدا. ساعة ما كنت هطلع في 2020 كنت طالعة ب20,000 انا، وب20,000 زوجي، وكمان الفندق كان فيه وجبة غدا أعتقد. وكان الريال ساعتها ب3 جنيه، لأني كنت مغيرة ال12,000 أو ب4 جنيه، لأني كنت مغيرة ال12,000 ب4000 ريال، أو 3000 ريال. طبعا حاليا الريال ب8، وفي السوق السوداء كان ب13. سعر العمرة أقل حاجة 45، ده فرد واحد. فزوجي قال لي خلاص اطلعي انتي. انا حسيت ان انا هاخد 45 في ظل الازمه اللي احنا فيها. انا مش هقدر ادفعهم كلهم مره واحده، يعني صعب. هحط البيت في ازمه. قعدت اقول له مش هينفع، يقول لي بس انتي نفسك، اقول له انا نفسي، بس انا مش هينفع، هبقى كده بعمل حاجه غلط. مش قادره اعمل الحاجه دي. وفي نفس الوقت انا بعيط عياط رهيب ان انا نفسي اروح الحرم. لقيت نفسي كده انا مش عارفه ده كان حلم ما بين الحلم ما بين الحقيقه. حصل لي حاجه غريبه جدا. حلمت ان انا رايحه في ناحيه الحرم. كان الكلام ده قبل صلاه العصر بحاجه بسيطه. وشايفه باب الحرم مفتوح ورايحه ادخل. وانا داخله حد ندهلي من ورا، بصيت عليه مسافه ما بصيت ورجعت تاني ما لقيتش الحرم. وحسيت ان في حد جاي بيقول لي الباب ده مفتوح لك انتي بس هتدخلي منه. صحيت مستغربه الحلم ويعني ومتضايقه جدا من اللي ندهلي، وعماله اقول له ليه ندهتلي؟ ليه انا كنت رايحه وداخله الحرم خلاص، وقايمه حاسه باحساس ان انا كنت هناك بجد. مش قادره اوصف لكم احساسي ساعتها كان ايه. بالعكس زاد اشتياقي اكتر لهناك. حسيت ان انا بعيط اكتر، بقيت اقعد لوحدي واعيط واقول له يا رب
يا رب يعني يا رب انت عارف، يا رب من حيث لا احتسب، يا رب من حيث لا احتسب. بس لقيت بعديها اخويا عايش هناك في السعوديه، انا ما كلمتوش في حاجه، ما اتكلمتش معاه في اي حاجه. كان قال لي من كام سنه تعالي اعمل لك زياره، واما حسبتها لقيت ان يعتبر تكلفه مقاربه جدا يعني للعمره العاديه. فقلت لا مش هروح عنده واقعد في جده واروح من جده كل يوم لمكه. وانا عايزه اروح، انا مش رايحه زياره، انا رايحه لبيت ربنا، عايزه اقعد هناك، عايزه افضل مقيمه هناك، عايزه اصلي الخمس صلوات هناك. انا مش عايزه اسيب الحرم. ده كان كل يعني نيتي وكل حاجه جوايا. فبصراحه ما طلعتش، كذا مره يقول لي اعمل لك الزياره اقول له لا، لقيته بيقول لي مش ناويه تيجي، مش ناويه اعمل لك الزياره. فقلت له ايه ده بجد، تصدق انا نفسي فيها قوي. قال لي طب يلا اعمل لك الزياره. قلت له بس انا عايزه اجي ان شاء الله على اجازه نص السنه، لاني انا بنوتي عندها امتحانات، لما تخلص امتحاناتها ان شاء الله هي وابني ابتدي ان انا اروح. قال لي خلاص ماشي هعمل لك الزياره وكله تمام وكده اهو. بس انا برضو كنت خايفه وقلقانه ومش عارفه انا هقدر على كده ولا لا. كمان كان حصل لي ظروف اكتر فكان مش نافع خالص ان انا اطلع اي فلوس من البيت. صعب بكل الحسابات، لا يمكن لا يمكن لا يمكن. بس لقيت فعلا الامور مشيت. ولقيته عمل لي الزياره. المفروض لما بروح تساهيل عرفت ان ناس كتير قوي بتترفض، بالذات لما بنحجز الميعاد العادي. عمل لي زياره عائليه يعني. وقدم المستند، والمستند جاله وبرقم يعني ان انا اروح اعمل التاشيره. عملت انجاز من على النت ورحت لتساهيل او تاشيره، دي مش فاكره كان يعني، اعتقد ان هم كانوا عدلوا اسمها للتاشيره. رحت. الناس كلها بتقول ان هم بيتعاملوا مش حلو مع الناس اللي مش دافعه VIP. بالعكس انا الحمد لله رحت. دخلت قبل ميعادي، دخلوني بدل كان ميعادي 11 ونص، كنت خلصت اصلا كل حاجه مع الموظفه اللي جوه 11 ونص و5. في واحده هناك استقبلتني ورتبت لي الاوراق. انا كنت رايحه بترعش، انا مش خسرانه حاجه، بس كنت من كتر ما انا نفسي ومشتاقه جدا 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 ان انا اروح مكه واروح الحرم، مش قادره اقول لكم انا كنت عامله ازاي. الحمد لله رحت. انا هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله نشرح فيه كل الاوراق اللي طلبوها مني في تساهيل، وايه الحاجات اللي انا عملتها، وايه الاوراق اللي انا خلصتها، ورحت ازاي مرتبه كل اوراقي وازاي رحت. بس انا النهارده هحكي لكم تجربتي في مكه ازاي. بس رحت عملت الحمد لله تساهيل، مشيت الامور كويس جدا بسهوله. البنت خدت مني على طول وعملت لي بصمه الصوابع وبصمه العينين وكل حاجه تمام، وخدت بعضي وخرجت. في خلال 3 ايام بالظبط كان الباسبور جالي عند البيت. عايزه اقول لكم ان انا ساعتها كنت في الشغل وولادي في المدرسه، وزوجي كمان مش موجود في شغله، وما كانش نافع خالص ان انا اعرف استلم الباسبور. واليوم ده كان فيه مطره جامده جدا جدا. اقول له طب سلمها لجارتي، يعني روح بس امشي كام عماره كده وسلمها لها، يقول لي لا. بالصدفه كانت زميلتي معايا في المكتب بتاعي، ولقيتها بتقول لي طب انا ساكنه جنب المكان اللي هو واقف فيه ده بعمارتين، طب يروح بس يعني يسلمه لماما. فقلت له، فوافق جدا لان هو كان واقف قدام العماره فعلا، وراح سلمه لها. والحمد لله خدت الباسبور. لما رجعت حجزت طيران، مش قادره اقول لكم ربنا وفقني يعني الحمد لله. الطيران انا دخلت على مصر الطيران ودخلت على الطيران السعودي، كله كان بصراحه غالي، كان ب 11,000 و12,000 رايح جاي ساعتها. انا طلعت 17 12 23 2023. لقيت ان كان الطيران السعودي والمصري طيران المصري الطيران يعني كان غالي بالنسبه لي. حجزت على العربيه انا حجزت عليها رايح جاي ب7. هما وزنهم كان 23 كيلو. انا ما كنتش محتاجه اخد معايا كتير. وبعدين سالت اخويا قال لي لا الجو هناك حلو جدا، مش محتاجه ان انت تقلي في اللبس، هاتي معاكي لبس صيفي بس. ورغم كده انا لبست طبعا جاكيت وانا مسافره من هنا، وخدت معايا شال كمان. بس عايزه اقول لكم انا ما استخدمتوش خالص. حتى في المدينه اللي هما بيقولوا الجو ساقع والجو برد، لا بالنسبه لي كان الجو حلو جدا. بس كل اللي انا عايزه اوصل له ان وقت ما ربنا بيريد وبيقولك تعالى انا عايزك لزيارتي، هو اللي هيقوم بكل حاجة، وهو اللي هيسهل لك كل حاجة،
وهتبصي تلاقي الامور اتسهلت بطريقه لا تتخيلها. انا دموعي كانت بتنزل وانا باخد من تساهيل، يعني الحمد لله. البنت كانت معايا كويسه جدا، ذوق جدا، ما اتلككتش على اي حاجه. الاسم الحمد لله، كل حاجه كانت ماشيه بسهوله. ب... ب... مش قادره اقول لكم. حتى واخويا بيقدم هناك من عنده على اني انا اجي زياره. طيران الحمد لله كان كويس. كل حاجه كانت مواعيدها مظبوطه. آه انا كنت ناويه اطلع في اجازه نص السنه، لقيت نفسي قلت لا، انا هطلع دلوقتي قبل زحمه. انا عارفه طبعا اني في رجب العمره احسن او احلى او فيها متعه اكتر، بس انا كنت عايزه استمتع بالكعبه، استمتع بالحرم. ان انا اكون في وقت مش زحمه قوي. فطلعت في الوقت اللي هو 17 12. مش قادره اقول لكم، اصلا كانت معجزه ان انا اطلع لان انا بشتغل مدرسه. وطبعا ان انا اخد اجازه من المدرسه في الوقت ده، بصراحه صاحبه المدرسه كتر خيرها وافقت وطلعت. كانت ممكن تقولي لا انا عندي دلوقتي تقفيل مناهج، بس انا كنت مخلصه منهجي قبل ما اسافر كله. وطلعت الحمد لله. آه الحمد لله ربنا سهلها لي قوي 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 وانا باخد الفلوس من البنك. ما قالوا لي 900 ريال، بس مش قادره اقول لكم ان 900 ريال الحمد لله كفوني. مش ما حسيتش ان انا محتاجه هناك فلوس. كنت حريصه وانا بصرف، وكنت قلقانه ان انا الفلوس تخلص مني، بس الحمد لله يعني كفوني. كفوني كمان. انا ما كنتش اكل، مش اكل وشرب. انا كفوني ان انا كنت بركب كل يوم مواصلات من جدة. كنت باخد تاكسي من مكان البيت عند اخويا لغاية الباص ب15 ريال. وكمان كنت برجع اخد الباص من جدة لمكة ب25 ريال رايح جاي. وانا راجعه باخد باص تاني ب15 يوصلني لغايه البيت. فكده انا كنت كل يوم 55 ريال رايحين مواصلات بس. انا مش بعمل حاجه اكتر من كده غير اني اركب بيهم مواصلات. كنت واخده طبعا معايا من مصر هنا بسكويتات، بسكوت فيه تمر، كيكه فيها شوكولاته، عشان حلاوه طحينيه اللي هي الباكيت الصغنن ده، بحيث ان انا في الوقت اللي هو بعد ما بتعملي الطواف في الكعبه وبتبقي رايحه على وبعد ما تصلي ركعتين عند مقام سيدنا ابراهيم، بنروح قبل ما تروحي للصفا والمروه المفروض بتشربي ميه وبتاكلي يا تمر يا اي حاجه تديكي طاقه عشان تكملي بقيه عمرتك. فانا كنت في الوقت ده باخد اي حاجه من الحاجات دي تديني طاقه عشان اكمل بقيه العمره. انا ما يعني كل يوم الحمد لله كنت بنزل من جده لمكه. في ناس كتير قوي كانت شايفه ان المشوار كبير. الباصات كانت بتطلع حوالي الساعه 1، كنت بوصل على اذان العصر، بنصلي العصر في الحرم. ونمشي بعد اذان العشاء. يعني بنمشي بنتحرك الباص على 8:30 9. انا كنت ما بصليش ولا فجر ولا ظهر في الحرم، بس دي كانت للاسف مواعيد الباصات. بس عايزه اقول لكم كنت بستمتع وكنت بروح. انا كنت بعمل كل يوم عمره. كنت كل يوم وانا نازله من جده بشد الرحال للمسجد الحرام، فكنت حاسه ان انا باخد ثواب. كان حتى لما اخويا يقول لي طب ريحي النهارده ما تنزليش، اقول له لا انا جايه استمتع. انا قعدت هناك 13 يوم. عايزه اقول لكم ربنا يعني كل حاجه كنت بتمناها يعني حصلت لي هناك الحمد لله. انا رحت عملت عمره اول يوم طبعا لنفسي. وطبعا انا كنت اول مره في حياتي اروح واول مره اشوف الكعبه. طبعا دعوتي اول ما شفت الكعبه اللهم اجعلني مستجيب الدعاء، اللهم اجعلني مستجيب الدعاء. اما كنت بدعي ربنا هناك باي حاجه كنت دايما اقول له ربي لا اعلم كيف ولكني اعلم انك على كل شيء قدير. بحب جدا ادعي الدعوه دي في كل دعاء احس ان هو مستحيل يتحقق او صعب قوي 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 قوي، بس كنت عندي ثقه في ربنا كبيره. عملت طبعا اول يوم عمره لنفسي زي ما قلت لكم، وبعد كده انا عملت عمره لجدي وجدتي وخالتي واخويا الله يرحمهم جميعا وصاحبتي. كنت عايزه اعمل لهم كلهم عمره، عملت لهم. بعد كده حسيت ان انا عملت عمرتي اول مره اعملها متلخبطه، مش متلخبطه يعني حاسه ان انا مش حافظه كل حاجه بالظبط، مش عارفه كل حاجه. حسيت ان انا لا في حاجه فيها غلط. فقررت ان انا اعمل عمره تانية. ومش قادره اقول لكم ان انا كنت رايحه ونيتي خالصه جدا ان انا اعمل العمره لنفسي، ورايحه عماله
يعني وانا ماشيه عماله لبيك اللهم لبيك ودموعي بتنزل. ورحت واحنا بنصلي العصر، اول ما وصلت المطره مطرت مطره رهيبه. انا عايزه اقول لكم انا كل هدومي غرقت كلها بلا استثناء. مفيش حته في هدومي ما كانتش مبلوله، كان الشراب بيتعسر، كل حاجه كل حاجه. واحنا لسه بره الحرم، انا ما كنتش لسه لحقت ادخل الحرم لان انا بوصل على اذان العصر فبيكون الحرم اتقفل. رحت ودخلت من بوابه 79 ودخلت عملت عمرتي تحت المطره كملتها. ودي كانت احسن حاجه حصلت لي في حياتي. كنت حاسه ان ربنا بيعوضني خير او بيقول لي مش انت عايزه تعملي عمره تاني لنفسك، انا هعوضك فيها واخليكي تعمليها تحت المطر كمان. بقيت ماشيه مش مصدقه نفسي، عماله ادعي ربنا وعماله اعيط واحنا بنصلي في مقام ابراهيم. احنا بنصلي وبنسجد على الرخام في وسط ميه المطر. لا 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 لا، احساس يعني يا رب يا رب يديها لكل مشتاق. آه انا ما رضيتش اصور هناك، وصورت بعد ما رجعت بفتره. ما حبيتش اصور هناك خالص اي حاجه، حسيت ان انا دي حاجه ما بيني وبين ربنا، انا مش عايزه اصور لحد حاجه هناك. كلكم بلا استثناء عارفين الكعبه وعارفين مسجد الرسول عليه السلام وعارفين كل حاجه هناك، فانا مش اللي هجيب لكم حاجه من هناك جديده. انا بس بحكي تجربتي، بحكي ان انا لما اديت النية لربنا يا رب انا عايزه اروح، فعلا وداني. فعلا من حيث لا احتسب انا رحت قعدت هناك 13 يوم. العمره كلها كلفتني حوالي 9، يعني من 18 ل 20 الف، ما زادتش عن كده، بكل حاجه، بكل اكلي بشربي هناك، كل حاجه كل حاجه. انا يعني ما عملتش اي حاجه غير اني كنت بركب مواصلات كل يوم واروح الحرم. آه انا ما جبتش هدايا من هناك، ما لفتش، انا كنت رايحه للعباده بس، عباده بس. حتى ساعه مسجد الرسول عليه السلام احنا رحنا يوم صد رده، لان هما بيروحوا دايما يوم الخميس بالليل وبيرجعوا يوم الجمعه بالليل، او بنرجع يوم الجمعه بعد العشاء. يعني بنروح نصلي الفجر في مسجد الرسول عليه السلام ونصلي العشاء وبعدين نتحرك تاني يوم الجمعه بالليل. انا رحت يوم الخميس. وصلنا صلينا في قباء على الفجر قبل الفجر، وبعدين رحنا احد ورحنا قباء. رحنا البقيع ورحنا لحقنا الفجر في مسجد الرسول عليه السلام. للاسف انا كنت فتحت برنامج نسك وما كنتش عرفت احجز عليه خالص، كان مقفول. ما كنتش اعرف ان هو بيفتح في توقيتات معينه، ما كنتش اعرف، ما كنتش لسه اشتركت في الجروبات دي وعرفت. فكان بالنسبه لي ان انا مش حاجزه الروضه، او بالنسبه لي الروضه كلها مقفوله او محجوزه لغايه نهايه شهر واحد. فكنت بدعي ربنا وانا في الحرم يا رب يا رب نولهاني ان انا ادخل مسجد الرسول. رحت حاولت اقف في الطابور عشان ادخل، عشان يمكن يعدوني، يمكن اي حاجه. مفيش، هناك بيبصوا على كل حاجه، بيبصوا على الباركود، بيبصوا حتى على التوقيت بتاعك اللي انت حاجز فيه نسك. ما بيرضوش، هو يا تحجز يا لا. بس ففضلت واقفه حوالي ساعه ونص في الطابور، طوابير طبعا كبيره جدا. قول يا رب يا رب يا رب، انا كان نفسي ادخل لمسجد، يعني ادخل للروضه، انا نفسي ادخل الرسول، نفسي اسلم عليه. ما عرفتش. سبتهم، ما خرجتني من حد من بتوع الامن، يعني خرجني من الطابور. رحت رايحه قلت لا خلاص، فكان معايا ست كبيره قالت لي طب تعالي نقعد في الساحه. قلت لها لا انا مش عايزه اقعد في الساحه، انا عايزه اقعد جوه في المسجد. فسبتها ومشيت على اني داخله في المسجد يعني عادي. فلقيت نفسي داخله من بوابه 32. انا والله ما كنت اعرف ان هي دي اللي هتدخلني لمكان قريب قوي من الروضه، او هي دي الروضه. انا مش عارفه لغايه دلوقتي هي دي مكان الروضه اللي بيدخلوها، ولا انا دخلت مكان قريب جدا منها. انا كنت شايفه يعني كل حاجه اللي في الروضه، بس كان في خيمه ما بيننا. رحت هناك، صليت على طرف الخيمه كده قريبه جدا من الرسول عليه السلام، او قريبه جدا من الروضه. قعدت ادعيه واسلم عليه. ومش عارفه ربنا سهلها لي ازاي، يعني بجد ربنا سهلها لي ازاي. انا مش عارفه مش عارفه. بس احمدك يا رب واشكر فضلك. الحمد لله. فضلت مقضيه اليوم كله في مسجد الرسول. انا قضيت يوم واحد بس، عايزه اقول لكم طبعا احنا ما كناش نايمين طول الليل، انا من الناس اللي مش بتعرف تنام في مواصلات. فبعد قبل يعني بعد صلاه الجمعه قلت هريح شويه كده، لاني فعلا ما كنتش قادره، كنت تعبانه جدا وعايزه انام شويه. فبعد صلاه الجمعه والجامع المسجد فيدي كله،
حطيت شنطتي والشال بتاعي ونمت عليهم. انا نمت ساعة، انا اقسم ان الساعة دي انا عمري ما نمت في السكينة بتاعتها ولا بجمالها. انا عمري حتى ما نمت مطمئنة كده في بيتي. فعلا فعلا اطمئنان وسكينة، يعني لا يمكن حد يوصفها، لا يمكن. مهما قلت لكم من هنا لبكره الصبح مش هقدر اوصفها. بس الحمد لله قضيت اليوم هناك وكان يوم بالنسبه لي رائع. فعلا احساسك ان انت ماشي في كل خطوه، حاسس ان الرسول مشي قبلك في المكان ده، حاسس ان الصحابه مشوا في المكان ده، احساس لا يوصف. يعني ربنا يا رب يكتبها لنا جميعا، ويا رب اللهم عوده يا رب. المهم مش عايز اطول عليكم. انا رحت تاني، يعني رجعت بقى من المدينة ورجعت اروح تاني كل يوم الحمد لله مكة. في يوم بت هناك في الحرم. بس بصراحة كان اليوم ده صعب عليا قوي، يعني ان انا اكون جاية من الظهر افضل قاعدة تاني لغاية تاني يوم العشاء. فكان صعب عليا، كان يوم طويل بس كان يوم حلو، لان انا كان نفسي احضر هناك الفجر واحضر هناك الظهر. يعني كل الحاجات دي كانت بالنسبة لي جميلة. يوم الجمعة بقى كانت خلاص بدأت فلوسي تخلص ومش عارفة اعمل ايه، وده كان اخر يوم ليا. انا كنت مسافرة يوم السبت الصبح. طب اعمل ايه انا عايزة اروح في الباص الصبح. كان في باصات بتطلع الساعة 6 الصبح توصلنا مكة الساعة 8 9 الصبح، والمفروض ان احنا نرجع بعد صلاة الجمعة. فانا كان بالنسبة لي لا، انا عايزة اكمل، انا اخر يوم ليا، انا عايزة ارجع بعد العشاء، عايزة ارجع بالليل خالص، ارجع في باص 10 ونص بالليل. الباصات بتاعت الصبح المفروض ان هي كانت ب 30 ريال هدفعهم، ومادام مش هرجع في نفس الباص هرجع تاني ادفع فلوس الباص تاني. فانا كده كنت عايزه 30 ريال باص و25 وانا راجعه، يعني 55 للباص بس، غير 15. لا انا كمان كنت في مكان ابعد، فكان التاكسي بياخد 20 و20. يعني انا كنت عايزه في اليوم ده 105 ريال عشان اقدر اقضي اليوم كله في مكه. الفلوس اللي كانت معايا كانت يا دوبك على القد، لو احتجت اي اكل او احتجت اجيب اي حاجه مش هينفع. فقلت لا خلاص يا رب انا هعمل كده، انا مش عايزه اكل مش عايزه اشرب، انا عايزه اقضي اخر يوم ده في مكه، انا عايزه اقضيه طول النهار قدام الكعبه، في صحن الكعبه. انا كنت بحب انزل جدا اقعد في صحن الكعبه، اقعد على الرخام، اسجد على الرخام. كنتش حتى بحط السجاده، كنت بحب اسجد على رخام الكعبه. احساس تاني خالص، يعني يا رب ينولها لكل مشتاق. بس رحت وانا رايحه الصبح طالعه الباص، لقيت حد راجل سعودي يعني كتر خيره، قال لنا الباص كله مدفوع، اهم حاجه تدعوا لي هناك في العمره. انا مش عايز حاجه اكتر من كده. فمش قادره اقول لكم طبعا سبحان الله، انا ما كنتش عامله حسابي على كده، انا عامله حسابي ان انا هروح وادفع. فلقيته قال لي كده. وانا راجعه كلمت صاحب الشركه وقلت له انا عايزه ارجع في الباص التاني، ويا ريت تحجزوا لي في الباص اخر باص يطلع من هنا. فقال لي ماشي حاضر، وحضرتك معانا بقالك كام يوم، واحنا عارفين النهارده اخر يوم ليكي، فبرضه مش هتدفعي ولا مليم. انا لما نويت النيه ان انا هقعد في الحرم طول اليوم، ما كنتش يعني متصوره ان ربنا هيعمل معايا كده او هيكرمني كده او هيخليني يقول لي انتي روحتي انا بقى هتكفل بيكي من كل النواحي. بجد هتكفل بيكي من كل النواحي، انتي هتقعدي طول النهار عندي ضيفه وانا كمان اللي هكرمك، يعني انت مش هتدفعي حاجه عشان تجيلي. فبصوا، يعني مهما وصفت آه انا الحمد لله استمتعت بعمرتي جدا. بس المشكله ان انا مش قادره ارجع اعيش حياتي طبيعيه، بالعكس انا عايزه افضل هناك، انا عايزه ارجع تاني هناك، انا عايزه افضل قاعده في مكه. بقول اللهم عوده. صوره الكعبه مش قادره يعني تفارق عيني. حاسه ان انا سبت قلبي وروحي هناك حرفيا حرفيا. آه، انا كنت بسمع الناس ما كنتش بصدق ان القلب محطوط هناك. لا احنا فعلا، انا حاسه ان انا روحي لسه هناك، انا مش عارفه ارجع. بس المهم ربنا يكتبها لكم جميعا. كل اللي اقدر اقوله ما تكلوش من الدعاء، ادعوا ربنا وقولوا يا رب زياره بيتك الحرام من حيث لا نحتسب، من حيث لا نحتسب. بس يا رب ما كنتش ضيفه تقيله عليكم. ان شاء الله هعمل فيديو ليكم تاني باذن الله. ايه الاوراق اللي طلبت مني عشان اروح اعمل في اروح اقدم اوراقي في تسهيل. هكتب لكم الباصات اللي انا كنت بروح فيها ايه والشركات، وهكتب لكم ارقام تليفونها.
بس يعني الحمامات ونظافة الحمامات وكل الحاجات دي هكتب لكم على الحاجات دي كلها ان شاء الله. هكتب لكم برضو ايه الاكلات اللي ممكن تاكلوها هناك، وهل الاكل هناك في الحرم عند اللي قريب من الحرم رخيص ولا غالي. كل الحاجات دي ان شاء الله نشوفها مع بعض فيديو تاني. يلا، سلام عليكم.